شي انا امور. بعيدا عن الميك اب وبعيدا عن الجمال، لكن تقدر نتفق على كرة القدم، كاين واحد الفينال ما بين الوداد وما بين الاهلي كاين هذا الحد دابا، اها، اش ما كتقول؟ عجبنيش طريقه باش الجمهور الاهلي صراحه احترامي الناس مصر وثقافه مصر والعرق ديال مصر. ما عجبنيش التفاعل ديال الجمهور في مصر مع الوداد. حنا كمغاربه كنحترموا الحمد لله، في اي دوله اجنبيه جات دارت عندنا مباراه كنحترموا بحال لا الوداديين، الجمهور الودادي محترم، لا الوداد الرجاوي. ما نقولوش راه ما كاينش يوقعوا اغلاط، ولكن باش تكون واحد البلد مستضيف لا وتحقر حشومه. مرحبا بهم، وحنا راه مربيين وما عادش نديروا نفسكم واخا غنتغلبوا. ما عادش نديروا نفس القضيه نسفك بالقراعي، لان كل واحد تبين التربيه ديال والديه والتربيه ديال بلاده. حنا تربيه الملوك وتنبقاو ملوك. اش كتمنى في الوداد ان شاء الله نهار ديما الغد؟ وداد ان شاء الله، ديال الوداد. اخر سؤال، كنشوفوا بزاف ديال الفنانات مطربات مشاو ولا كيديروا التمثيل ولا كيديروا البطله ديال وخويا كيف كتجيك هذه القضيه؟ شوف، انا تيبقى فيا هذا الشيء، لان كنشوف ممثلات وفنانين كبرنا معاهم وغبروا تعدموا واللي كنشوفوا كل ما عندها جسم سكسي هي اللي عليها القبول، لانها كتتبع واحد الفئه كثيره ديال الشباب. يعني خاصها تمثل باش يطلع لي لي فيديو ديال المسلسل سي نورمال. مخرجين، كنقول للمخرجين يا اسفاه على هذا التفاعل ديالكم، يا اسف على الحقره ديال الفنان القديم والفنان اللي ضحكنا وما لقاش في الاخر باش يخلص الكره ديالو. شكرا، كان حوار معكم الله يطول ممتع. عمرك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لك.